السلام عليكم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. ازيكم يا حبايبي؟ يا رب تكونوا بخير. بصوا، انا جايبه لكم فكره حلوه جدا لعمل قرطاس الحلواني. طبعا ولا اكله ولا اي حاجه بقى، ان شاء الله الفكره دي يعني هتفيدكم للناس اللي ما عندهاش قرطاس الحلواني. طبعا ده الكريمه او للبسكوت، ممكن تستعمليه في اي حاجه، بس اهم حاجه بص يا حبايبي، الفكره من ازازه خل. طبعا انا فاتحاها عشان تسهل عليا بعد كده. ازازه خل او ازازه زيت، بس يكون فيها اللي هي شكل البلبله اللي هي بتكون في قرطاس الحلواني. تمام كده. وبعد كده حبايب، انا دلوقتي انا بسخن على النار سكينه، اي سكينه تكون قديمه عندك سخنيها كويس قوي، بس خلي بالك طبعا عشان ايديكي. وبعد كده هتيجي يعني هتقطعيها زي ما انتم شايفين من الحته اللي قدامكم دي كده، يعني ما ايه يعني قللي في الحجم بس. اهم حاجه حاولي تسويها عشان ما تقطعش الكيس معاكي. يا جماعة، اهم حاجة السكينة بس تكون سخنة. هي فكرة شفتها وعجبتني خالص وقلت ان انا افيدكم بيها. بصوا كده، انا هو قطعتها، هبدأ اظبطها بالمقص، بس المقص عندي للأسف تلم شوية، مش عايز يقص معايا. بس انا ايه هظبطها بعد كده مع نفسي. هو زي ما انتم شايفين كده. اتمنى بقى اللي يشوف الفيديو يا جماعة ويستفاد منه يعمل لي لايك ويشترك في القناة لو عجبته، ويفعل الجرس عشان كل ما انزل فيديو ان شاء الله يوصله. اهو يا حبايبي كده، هبدأ ان انا هجيب عندي كيس، يعني كيس تلاجة عادي، بس للأسف الكيس اللي عندي ده صغير. فانا بس قلت اوريكم الفكرة، وانتوا بعد كده بقى نفذوها براحتكم. طبعا هاتي الكيس اكبر من ده عشان يديكي يعني كيسين من اللي هو الكيس الحلواني، ويكون معاكي يعني ايه طويل، لان انت هتشوفي دلوقتي ان هو ايه معايا مش هيبقى مظبط قوي. بصوا، انا طبعا برضو سخنت السكينة خالص. تمام كده كده، الحتة اللي فوق دي هقطعها يعني. اهو بصوا، طبعا السكينة لما نزلت على الكيس خليته يبقى زي ما انتوا شايفين كده اتقفل. بس اهم حاجة سخني السكينة قوي. بس بعد كده هبدأ اشيل اللي هو الجزء اللي فوق دوت بتاع ازازة الخل او ازازة الزيت. بس اهم حاجة تبصوا تلاقوا اللي هي البلبلة دي اللي هي بتاع الكيس الحلواني دي، اهم حاجة. وهبدأ ان انا هدخلها كده زي ما انتوا شايفين. تمام، على اساس اللي ايه هقص حتة ان هي تنفع، بس للاسف طبعا الكيس عشان صغير. بس انا بوريكم الفكره يعني. اهو اقص حته ان هي تنفع تتركب في الازازه اللي انتوا شايفينها. تمام كده. بس هبدا ان انا بقى ايه هقفلها كده زي ما انتوا شايفين. يا حبايبي، اعملوا بقى لايك بالله عليكم، وان شاء الله القناه كلكم مفيده. اهو كده، وهبدا ان انا بقى احط الغطا. طبعا هتبقى فكره جميله جدا. وبس كده هيبقى عندك كيس حلواني لاي حاجه سهله جدا، ولا تشتري ولا تختاري ولا اي حاجه. بس طبعا انت كبري الكيس عشان الكيس طلع قصير قوي مني. بس يا رب كده فكرتي تكون عجبتكم يا رب، وتكون قناتي تعجبكم باذن الله، وبشكركم جدا. وكل سنه وانتم طيبين، وباي باي. اعملوا بقى لايك كده، يعني تقديرا لمجهودي.